تخيل معاي كده صحيت الصبح والمخ لسه بيجمع نفسه، وفجأة بتفتكر حلم كنت بتحلمه طول الليل. حلم غريب ملخبط ملوش أي معنى، مثلا إنك كنت طاير فوق مدينة بس ألوانها مقلوبة، وبتتكلم مع قطة لابسة نظارة شمس، وفجأة لقيت نفسك بتحل معادلة رياضية وإنت في قاع البحر. كلنا بنحلم أحلام كده، حاجات ملهاش تفسير أو منطق. بتصحى وإنت بتسأل نفسك إيه ده اللي شفته؟ دماغي كانت بتعمل إيه وأنا نايم؟ العلماء والمفكرين من زمان جدا بيحاولوا يجاوبوا على السؤال ده، ليه بنحلم أحلام غريبة ملهاش أي معنى؟ لو فكرت للحظة هتلاقي إن الموضوع أكبر من مجرد صورة مشوشة. أحلامنا الغريبة دي ممكن تكون مفتاح لأسرار جوه دماغنا وإزاي بتشتغل وإحنا نايمين. في 3 أسباب رئيسية لأحلامنا الغريبة. 1. إعادة معالجة المعلومات والذكريات. دماغك بتعمل تنظيف وفرز للمعلومات وإنت نايم. تخيل معاي كده إن دماغك دي جهاز كمبيوتر عملاق، طول اليوم بتجيله ملايين المعلومات من اللي بتشوفه وتسمعه وتعمله وإنت نايم، وبالذات في مرحلة النوم العميق. المخ بيبدأ يعمل تنظيف وفرز للمعلومات دي، بيحاول يثبت المعلومات المهمة وينسى الحاجات اللي ملهاش لازمة. العملية دي بتتم بشكل غير منظم ومن غير رقابة منطقية، فبتظهر على شكل مشاهد وصور ملهاش علاقة ببعض، كأنها ملفات عشوائية بتتعرض قدامك. 2. تفريغ المشاعر والضغوط النفسية. أحلامك الغريبة ممكن تكون صمام أمان لمشاعرك. حياتنا اليومية مليانة مشاعر وضغوط، قلق، توتر، فرحة، حزن. أحيانا بنكبت المشاعر دي أو ما بنعرفش نعبر عنها. الأحلام الغريبة دي ممكن تكون طريقة دماغك أنه يفرغ الشحنة دي. فلو حلمت أنك بتطير وأنت خايف، ده ممكن يكون تعبير عن قلق أو رغبة في الهروب من حاجة. الأحلام دي بتشتغل كصمام أمان عشان مخك ما ينفجرش من الضغط. لحظة واحدة بس، لو لسه مكمل معانا لحد هنا ومبسوط بالكلام اللي بنقوله، ما تنساش تدوس على زرار اللايك الجميل ده، بيساعدنا جدا نوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا نكمل. 3. المحفزات الخارجية والداخلية. أحيانا جسمك ودماغك بيحاولوا يكلموك وانت نايم. تخيل انك نايم في اوضتك ومروحة السقف بتعمل صوت. ممكن جدا تلاقي نفسك بتحلم انك في غابة او جنب شلال. العلماء بيسموا ده الاندماج الخارجي. دماغك بياخد اي اشارة من حواليك، صوت، ريحة، احساس بالبرد او الحرارة، ويدمجها في الحلم بطريقة عشوائية وغريبة. ده غير المحفزات الداخلية، زي لو انت عطشان او جعان او محتاج تدخل الحمام وانت نايم. دماغك ممكن يعبر عن الاحتياجات دي بصور واحداث ملهاش علاقة بالواقع في الحلم. عشان كده ممكن تحلم انك بتدور على مية في الصحراء وانت نايم على سريرك. يبقى زي ما شفنا، احلامنا الغريبة دي مش مجرد لخبطة عشوائية في النوم، هي جزء مهم جدا من وظائف دماغنا، بتساعده يفرز المعلومات ويفرغ المشاعر وحتى يتفاعل مع اللي حوالينا واحنا في عالم تاني خالص. المرة الجاية لما تحلم حلم ملخبط ما تستغربش، اعرف ان دماغك كانت شغالة وبتعمل شوية شغل مهم جدا عشان تخليك فايق وتصحى كويس مستعد ليوم جديد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اللي بنحاول فيها نفهم أغرب وأهم الحاجات اللي بتدور حوالينا. سؤال ليكو قبل ما تمشوا، ايه أغرب حلم حلمته في حياتك وما قدرتش تفهمه؟ شاركنا في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.